مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده حلقتنا غير كل مره، وشمورة بيتعرض لسرقه قناه اليوتيوب اللي هي مصدر الدخل بتاعه، مقابل انه ما ياخدش خربوش في وشه. تفتكروا شمورة هيعمل ده ولا هيقدر يفلت من الموضوع؟ واحب افكركم بالحلقه اللي فاتت، واللي ما سمعهاش ينزل يسمعها في الحلقات اللي نازله عندي. كان شمورة وصاحبه كانيكو بيدوروا على حد يعمل لهم مونتاج للفيديوهات بتاعتهم. ليه؟ علشان عندهم فيديوهات شمورة كان بيقلع فيها هدومه وكان عايز يقص اجزاء منها، وبيبتدي شمورة وصاحبه يعملوا بث مباشر علشان يلاقي حد يعمل لهم مونتاج للفيديوهات بتاعتهم. وبيظهر كومنت الراجل عجوز انه بيعرف يعمل مونتاج، وبيكون بشكل مستعار، لانهم لما بيقابلوه بتطلع واحده صغيره وبتبتدي تساعد شمورة في اليوتيوب، وبيبقوا فريق جامد جدا. وبما ان شمورة محتوى عن الضرب والعنف، فابتدوا يشجعوا شمورة ان هو يتعلم طريقه قتال جديده علشان يبتدي ينشط قناه اليوتيوب. وبيعرف شمورة ان افضل طريقه قتال هي التايكوندو، ولكن في ناس تانية بتستخدمها في العنف، بتضرب كل اللي حواليها مقابل اللي عايزاه. وبتبتدي حلقتنا بماكس الشرير اللي بيكلم شمورة وبيكلم كانيكو انهم كان بيصوروه وهو بيضرب 3 رجاله. وطبعا لما كان بيشوف كانيكو بيصوره اخد اللي فيه النصيب، اداله بالرجل وبالاقلام وابتدى يدمر وشه كله. اما لينا ابتدى يصعب عليها كانيكو جدا، وشمورة بيقول جواه هو شايفنا لعبه ولا ايه، عشان يمسك كل واحد فينا يعمل فيه كده، عشان يقعد يأذي اللي هو عايزه وياخد اللي هو عايزه كمان. واما ماكس اللي بيضرب كانيكو بيقول له قناتكم يا باشا هي دي اللي العين عليها، وكانيكو بيقول له احنا صرفنا عليها كتير جدا عشان نوصل للمرحله دي، وكان عايز ياخد قناه شمورة وصاحبه علشان يقبض منها الفلوس اللي هو عايزها. وبيروح ماكس لشمورة، وشمورة بيقول له احياء ابوك خلي العنف ده على جنب وبعدها نتكلم في اللي انت عايزه، لان شمورة كان خايف وكان ضعيف جدا. وماكس بيقول له من الاخر انا عايز القناه بتاعتك ومفيش حاجه غيرها هترضيني. وشمورة قاعد يقول جواه انا لو حاولت اتكلم معاه هيموتني، وهو باين عليه شخص متعجرف وطريقته وحشه، وكفايه ان رجله في وشي طول الوقت. وشمورة بيقول جواه لو انا استخدمت ضربه الرجل مش هتنفع، ولو حاولت برضو اخطف لي كام ضربه كده من كل حته برضو مش هتنفع، وشكلي هموت في الاخر. ولما بيتخيل نفسه هيخسر بجد وكده كده هيتعجن، فبيقول له خلاص انا هديها لك، وكل ده عشان ينقذ صاحبه كانيكو وهو ما ياخدش خربوش في وشه. وماكس بيقول له سواء رضيت او ما رضيتش انا كده كده هاخدها. وكانيكو ولينا بيكونوا متضايقين جدا لانهم كده بيتخلوا عن مصدر ربحهم. اما ماكس بيبتدي يضرب شمورة بالقلم وبيقول له بتفكر في ايه انت جبان خالص. قال له بفكر لو اديتك القناه هتبطل تضربنا اكيد. وبيقول شمورة لنفسه ان كده كده انا بتضرب وبقيت ملطشه لكل الناس وعاجز انه يعمل اي حاجه. وشمورة بياخد صاحبه للمستشفى وبيقول له انت عايزني اكون زيك يا كانيكو وعضلات جسمي كلها تتكسر، وبيبقى بدل واحد في المستشفى نبقى احنا الاتنين كمان. وبيكون حاسس ان كانيكو صاحبه متضايق جدا. وشمورة بيقول له على فكره يا كانيكو تكسير عظمنا ده مش هيكون البدايه، وهيبتدي يخلص علينا يا صاحبي، ومفيش طريقه غيرها ان احنا نديله بس اللي هو عايزه. ده مجنون وممكن اي حاجه يعملها. فكانيكو بيقول له لا، ما احنا ممكن نبلغ الشرطه وما نستسلمش، وحتى لو كسر كل ضلع في جسمي انا برضه هبلغ الشرطه واحاول ادافع عن نفسي. وبيقول لي يا شمورة ما انت اتضربت ياما من هاماكين وغيره وكنت اجدع واحد على اليوتيوبر. فشمورة بيقول له لا ده غير كل اللي فاتوا، ده شكله فعلا هيجيبنا المستشفى وهيقضي علينا. وشمورة بيقول لي كانيكو عايزني اخاطر بحياتنا احنا الاتنين علشان بس كبريائي وغروري قدام واحد سفاح محترف انا خايف منه جدا، واي حركه منه مش هعرف حتى اصدها. وكانيكو بيقول له انا خايف فعلا بس مش عايز اتضرب. واما كانيكو بيقعد يأنب نفسه ايه اللي المفروض اعمله علشان اكسب الشخص المحترف ده، وبيقول له خلاص يا شمورة انا مش في ايدي حاجه، اعمل اللي انت عايزه. وبيطلع شمورة ولينا بتحضر وبتقول له يا شمورة مش خلصت كلامك يلا بقى مع السلامه، لان كانيكو ولينا كانوا متضايقين منه جدا. وشمورة بيقول لها طب خلي بالك من نفسك انت كمان. وكانيكو بيعمل 7 رجاله في بعض ويقول لها انا لو كنت واخد بالي بس كنت خلصت عليه، والنهارده كان حظه حلو حبتين وكسبني فعلا. وبتقول له بطل هزار، فبيطلب منها انها تسيبه لوحده وبتتكسف لينا وبتسيبه فعلا وبتمشي. واما كانيكو بيكون متضايق جدا وبيبتدي يعيط لانه كان ضعيف وخسران في نفس الوقت قدامها. وشمورة واقف بره بيفكر هيعمل ايه، وبيفتكر كل المواقف اللي كان فيها ضعيف واتضرب فيها قدام ناس كان بيحبهم. وماكس كان بيلعب في مكان جيمنج وكل اللي قاعدين خايفين جنبه، ليه؟ علشان لو اصدروا صوت ممكن يقوم يضربهم ويعجزهم. وبيحضر شمورة وبيقعد على جهاز وبيبتدي يتفرج شمورة على دروس قتال التايكوندو، وفيها الدرس الاول اجعل الخصم يعمل. وماكس بيقول له انت شكلك جاي بتلعب معايا. قال له
لا انا جاي اديك فعلا قناه اليوتيوب، عايزها هديها لك، انت عايز قناتي بس مش دلوقتي، هيبقى بينا اتفاق. وانه بعد شهر واحد هيبتدوا ان هم يواجهوا بعض، وشمورة بيحاول يكسب اطول وقت ممكن علشان ما يخسرش القناه بتاعته، وكل ده بينزل كبث مباشر على اليوتيوب. وماكس بيمسك شمورة من رقبته ويقول له انت هتسلمني القناه دلوقتي، وشمورة بيتجرأ وبيرد عليه وبيقول له انت خايف ان انا اضربك واهزمك ولا ايه؟ ده كلها شهر واحد. وماكس بيكسر الجهاز وبيروح شمورة يحكي لاصحابه عن كل اللي حصل، ويقول لهم بس يا سيدي وانا اللي دفعت حق الجهاز اللي اتكسر. ولينا بتبتدي تتعصب على شمورة وتقول له انت بتعمل نفس اللي عمله كانيكو ولا ايه؟ وبتقول له انت لو ما لقيتش حل مع الواد ده انا اللي هتصرف معاه وهديله برجل واحده واخلص عليه. وبتخطرف باي كلام وخلاص. وكانيكو بيفكروا بكلامه ويقول له انت مش خايف تتضرب ولا ايه شمورة؟ وشمورة بيحس ان شهر واحد ده قليل جدا، وبيروح البيت علشان يستعد ويسمع دروس القتال اللي طبعا بيلقيها الراجل الديك. وبيتصدم شمورة من اول الفيديو ان مستحيل ينتصر على لاعب تايكوندو وهو شخص عادي جدا، او حتى انك تخمن ان انت تكسب واحد لاعب تايكوندو. وشمورة بيصرخ ويقول لا اكيد في استثناء طبعا. وبيلاقي الراجل بيرد عليه بيقول له ان الموت مستني الشخص اللي بيلاعب مقاتل التايكوندو، وخصوصا لو ضربة خلفية من الخصم. يعني مصير الشخص العادي مع لاعب التايكوندو هي الموت، وخصوصا لو محترف. وبيقول الكلام ده كله داخل الحلبة، اما لو كنا خارج الحلبة زي الشارع مثلا ممكن ساعتها يبقى في تأثير من البيئة على لاعب التايكوندو، مثلا انك تستخدم مكان مليان حاجات في الارض بحيث ان يعيق رجليه في ان هو يضربك. وبيفكر شمورة يا ترى لو انا لعبته في مكان بيزحلق او اليوم ده في مطر مثلا، وبكده مش هيعرف يحرك رجليه خالص. وبيبتدي شمورة يراجع حركات الرجل اللي كان بيتعلمها في الاول، وبيقول شمورة اي نعم ان انا مش محترف تايكوندو ولكن ممكن ضربة الرجل تعجزه حبتين. ورجع يتعلم السباحة ولكن الموضوع كان متعب جدا بالنسبة له. وبيفكر لو الدنيا مطرت الحال هيكون اصعب، وكل ده والفوز 5%. وبيصرخ شمورة اعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش تعشمني وتخلي بيا، ولكن في خطوة ترفع نسبة المكسب ل 40%، وهي خطوة المعالجة بالسلسلة الحديدية، ودي اللي ليها ناسها ومش اي حد يعرف يستعملها. ولازم تبدأ بخطوة المعالجة. اول حاجة ناخد حمام بارد، وما تقلقش عندنا المية كتير علشان نبتدي نقاوم حركة المية علشان تدرب عضلاتك وقلبك والرئة بتاعتك على المقاومة. وبيروح كانيكو لينا لشمورة وبيقعدوا يدوروا عليه في البيت اللي بابه مفتوح، وبيلاقي دوشة جاية من الدولاب، وبيفتحوا يلاقوا شمورة ماسك في علقة الشماعات وعمال يحزق. وكانيكو بيقول له بتعمل ايه يا مجنون؟ هو انت جاي هنا تشنو نفسك في الدولاب؟ ما تروح اي جنينة وتشنو نفسك فيها. وبيقع شمورة من التعب ويقول لهم انتوا عايزين ايه ما قلتوش؟ وبيقولوا له احنا جايين نسجل كل حاجة يا باشا عشان نخلي المشاهدين تطلع معانا لان ده اخر شهر وهيكون اخر مكسب لينا. وبيقوم يتدرب من تاني وبتقول له لينا بطل طول الاطفال دي. وبتردد لينا الكلام مع الراجل الديك وتقول له حركات التايكوندو الخلفيه خطيره جدا حتى لو ما صابتكش، ولازم تبني جسمك كويس قوي. وبتبتدي لينا تدوس برجليها على بطن شمورة علشان تقول له تبقى كده مقاوم اقوى، وبتقول له بالطريقه دي هتكون عضلاتك اقوى. والتعليقات طبعا عماله ترخ على اللي بيحصل. وبيروح شمورة المدرسه واصحابه بيتكلموا عليه وهو بيقول لنفسه الشهر عدى بسرعه وانا مش عارف اكسبه، وعايز مكان مكركب والكوب يكون مغيم. ولكن الطقس في الوقت ده ابتدى يتعدل وشمس والدنيا زي الفل، وشمورة حس انه هيخسر وابتدى يطلع يجري وبيكون مرعوب جدا. وكانكو بيصور ده كله بس مباشر طبعا، وكل الناس عماله تتفرج عليه، ومنهم ماكس اللي بيكون مبسوط جدا ان هو بيجري وخايف من مواجهته. وبيروح الحمام لماكس وبيروح يغرقه بالخرطوم ويقول له دي اول خطوه انا كنت عايز اعملها، اي نعم مفيش مطره بس انا خليت الدنيا كلها زحلقه علشان شمورة يعطل حركات رجليه. وماكس بيكون مستغرب من اللي بيحصل وبيقول له هو ده كل اللي عندك؟ ده انا هعمل منك بطاطس محمره. وبيمسك شمورة وبيديله قلم وبيروح شمورة يديله ضربه رجل لا بأس بها. وفاضل 3 دقايق وشكل ماكس هيخلص على شمورة. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده يا صحابي، اشوفكم على خير في حلقه المره الجايه. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه وتقولوا لي في الكومنتات ايه اللي حابين الخصه المره اللي جايه.